مبروك لصاحب المركز الاول في الجوله الثانيه من دوري فانتسي على الكنبه، وهو محمد ابراهيم اللي جاب في الجوله دي 95 نقطه. والاختيار معتمد على اكتر واحد جايب عدد نقط في الجوله بس من غير ما يستخدم اي خاصيه. اما عن تشكيلتي فانا عملت كام تغيير كده عن الجوله اللي فاتت. في حراسه المرمى دافيد رايا من ارسنال زي ما هو، ما غيرناهوش. خط الدفاع بيتكون من اينا وبيدرو بورو وكوكوريا، والتغيير اللي عملناه هو خروج فريمبونج من التشكيله لانه اتصاب ودخول كونسا لاعب استون فيلا. وفي خط الوسط ولاول مره من ساعه ما لعبت الفانتسي محمد صلاح بيدخل تشكيلتي، وده للاسف لان ولدنا ساكا اتصاب وكان لازم ندور على بديل، فكان معايا فلوس كتير بصراحه في البنك وقلت اشوف محمد صلاح بيقول ايه. ولكن وجود محمد صلاح في التشكيله لحين عوده ساكا مره تانية للملعب. والتغيير الثاني كان سيمينيو مكان كول بالمر المصاب برضه، وجنبهم في نص الملعب واللي لسه ما اتغيروش ايزي وقدوس. وفي الهجوم معايا الوحش والدبابه فيكتور جيوكيريس ومن الجوله الاولى، وبصراحه ما خيبش ظني. انا عمل بلانك في الجوله الاولى بس مش مشكله. ويسانده في خط الهجوم اللاعب الكبير جواو بيدرو. بالنسبه لي انا بقى يا جماعه ففي تطور الحمد لله عن الموسم اللي فات، والوايلد كارد بدل ما كانت في الجوله الثانيه بقت في الجوله الثالثه. تشكيله ممكن تبان غريبه شويه بس بصراحه اقتنعت بيها في الاخر. في حراسه المرمى هندرسون من كريستال بالاس ودوبرافكا من بيرنلي، لحد هنا تمام. اما في الدفاع فمعايا اتنين من ارسنال هما تيمبر وجابرييل، وانا نفسي مستغرب من الثقه الاوفر دي يعني. وباقي المدافعين كوكوريا وبيدرو بورو واولا اينا. اما في النص فبعد اصابه بالمر بدلناه ببيدرو نيتو برضه من تشيلسي، وجاك بو واسماعيل يسار، واثنين من توتنهام وهما قدوس وجونسون. وفي الهجوم ثبات للمعلم جواو بيدرو ومعاه ايكيتيكي وكريس وود. اما عن الكابتن الجوله الجايه فبصراحه انا محتار بين اتنين وهم جونسون وكريس وود، ففي الغالب هيبقى واحد منهم يعني. ونشوفكم بعد التوقف الدولي ان شاء الله. سلام.